السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نصيبكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير معك جبن منزلي بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية. إلا راكي حابة تكتشفي الوصفة تبعيني للآخر. نجيبو الحليب تاعنا، أنا راني حاطة هنايا 2 لتر تاع الحليب، وانتي حطي الكمية اللي تحبيها. دوكا هذا الحليب نديوه نحطوه فوق الفرن. هنا راني حطيته فوق الفرن وحطيه على نار اقل من المتوسطه. شوفي هنا راني حطيته على نار تقدري تقولي شمعة، ها هي قويه وها هي كي نقصت لها كامل. نحط الحليب تاعي يسخن كي يلحق درجه الحراره 50. اللي عندها التيستور تقيس بالتيستور، واللي ما عندهاش التيستور التيستي بصبعها. على بالكم درجه الحراره تاع الانسان 37 درجه الحراره. كي تحطي صبعك وتحسي روحك بلي ما قدرتيش تتحملي هذيك السخانه، فماتي نوري لك واش ديري له. هنا دوكا نجي ندير له تيست. قلت لك يا ديري له بالتيستور تلحق 50 درجه الحراره، ولا ندير له ب77 قي. نجي نحط 7. شوفي ما نتحملش درجه الحراره. في هذا الوقت انا واش ندير له؟ شوفي نجيب الخل الابيض، الكل ريت حليب تقابلها 2 مغارف نتاع الخل. يسمى هنا انا راني رايحه ندير 4 مغارف. 1 2 3 4. عليه نديروا له الخل، نديروا له الخل باش ينفصل الجبن على المصل. المصل هو الماء نتاع الحليب. وشوفوا غير درت الخل، شوفي كيفاه راهو بدا ينفصل. واللي ما عندهاش الخل تقدر دير القارص، تحصل القارص ودير 4 مغارف قارص. دوكا نجي انا نملح له، ندير له الملح باش كي يوجد الجبن تاعي يكون مالح في القلب تاعو. وتقدري ما ديريلوش الملح وديري له طريقه التعقيم بالملح تخليه يتملح لك. دوكا شوفي كي تشوفي كيف راهو ينفصل. دوك نوري لك بأداة أخرى. شوفي كي تشوفي كي راهو بدا ينفصل الجبن تاعنا. انا في هذه المرحله واش ندير؟ نجي نطفيلو نغطيه ونخليه حتى ينفصل الجبن على المصل، حتى تشوفي باللي انفصل، تكونت كامل كتله كبيره من الفوق. فماتي نجوزو للمرحله الاخرى. لا شوفي دوكا كي نفصل الجبن على المصل ولا كتله واحده. انا واش ندير في هذه المرحله؟ شوفي واش جبت مصفات كي تشوفي، وجبت صفايه ولا تجيبي شاش، ديري بالشيء اللي يكون موجود عندك. واش ندير؟ شوفيني نجي نرفد هذاك الجبن، ها هو يترفد لك بكل سهوله. ونجي نحطه يقطر هنا في هذا المصفات. الكميه كامل هذه اللي راكي تشوفي فيها نرفدها ونخليها تقطر. المرحله الاولى جبنا الحليب تاعنا حطيناه فوق نار قليله كالشمعه. كي لحق درجه الحراره 50 درنا له الخل ولا ديري له القارص، ومن بعد خليناه ينفصل مليح على المصل. ودوكا نجيو نحطوها هنايا ونخليوه يقطر كيما راهو يظهر لك. نرفد كامل هذه الكميه اللي راكي تشوفي فيها. هيا هنا كي كملت فرغت كامل هذيك الكميه تاع 2 لتر تاع الحليب. شوفي شحال عطاتني، وتقدري انت تضاعفي الكميه
وشوفي المصل اللي تحصلت عليه، وهذا المصل ما ترميهش، تقدري ديري به الخبز، تقدري ديري به البريوش، تقدري ديري به عده معجنات. في هذا الوقت انا واش ندير؟ نجيب بابي فيلم نغطيه باش ما يربيليش القشره، ونخليه يقعد يقطر هنايا ليله كامله. ولا كان عندك الشاش كيف خليه يقطر في الشاش ليله كامله. ها نحيت خصن ونحيت وريقات قطعتهم بالمقص من هذه السجيره اللي راهي روعه. هيا هنا كي نظفت هذوك الاوراق تاع الشجره، غسلتهم وستبتهم في التبسي باش نحط فوقهم الجبن. وهوليك الجبن تاعنا بعد ما مضات عليه ليله كامله وهو يقطر. شوفوا الماء اللي زاد قطر منه. دوكا توي نجيو نحطوه هنايا في التبسي. هاوليك الجبن تاعنا كي وجد بعد ما مضات عليه 24 ساعه وهو يقطر. وريتهولك بالطريقه السهله البسيطه اللي تقدر اي مبتدئه تخدمه في البيت ويخرج ما شاء الله كما نتاع المحلات. وهذه الوصفه ورثناها على اجدادنا. جدي الله يرحمه ويوسع عليه هو اللي كان يدير الاجبان. دوكا نجيو نقسموه. بسم الله. شوفي لي كيفاه جا، راكي تشوفي ما شاء الله روعه. شوفي كيفاه جا الله يبارك ما شاء الله روعه، طراوه وبنه. نتمنى انك تجربي هذا الجبن، ما كيش رايحه تندمي عليه. الا كانت عجبتك الوصفه تقسميها مع ناسك وحبابك لتعم الفائده للجميع. وما تنسوناش من فضلكم من هذاك اللايك، راهو هذاك اللايك يفيدني بالبزاف في القناه تاعي. نقول لك الى وصفه اخرى ان شاء الله. ديريه وعينيك مغمضين روعه.